بوريا من لمسه واحده حطها ناحيه اليمين للمزعج احمد جمعه. 8 تجوال مع النادي المصري. احمد جمعه استلم كويس، جمعه لف ودوران، يقف كده على الكره لغايه ما لعيبته يكملوا في وسط الملعب. تسديده من مسافه بعيده، اي حاجه، الراجل كان ممكن يلعب افضل من كده. محمد مسعد مره ثانيه عنده مهاره كويسه جدا. مسعد عدى حطها، ممكن يلعبها عرضيه، لسه في الملعب، يلعب العرضيه ولا ايه؟ زود فيها شويه مسعد، وهدف اول. هدف اول بقول لحضراتكم، لعيب كبير ولعيب كويس جدا جدا. هدف حلو جدا جدا جدا. محمد مسعد من نفس المكان اللي احرز منه هدف في مباراه النادي الاهلي. محمد مسعد بيجيب جول اول في الدقيقه 9. محمد مسعد هتبلنا مره ثانيه في العاده. هدف اول للنادي المصري، عكس يعني كده سير المباراه. نادي الزمالك كان افضل في ال9 دقائق وال10 دقائق اللي احنا لعبنا فيهم. يلعب في حلمي، يلعب 4-4-2. خرج مصطفى فتحي. معروف يوسف عملها حلوه مره ثانيه، تترد، لسه فيها خطوره. هدف التعادل، هدف التعادل محمد ابراهيم. يا سلام يا ولد، بقول لكم نجم اللقاء لغايه دلوقتي ونجم نادي الزمالك في الفتره الاخيره محمد ابراهيم بيتعادل. محمد ابراهيم في الدقيقة 65 هدف حلو، تسديدة قوية على شمال لرمزي صالح، ما يقدرش يعمل لها حاجة رمزي صالح، ويتعادل نادي الزمالك في وقت مهم جدا جدا بعد تغيير ايمانويل مايوكا. وبيتكلم هنا بلاعيبته وبيتكلم باسم مرسي، بيقول لهم ان لازم يجيبوا جول تاني. ده كلام محمد ابراهيم. اتردت وخدمته الكرة. يا سلام يا ولد على التسديدة، حطها حلو. ممكن واحد تاني يحط وش رجله وتعلى بعيد جدا على المرمى، لكن حطها ونزل بيها لتحت شوية وراحت صعبة جدا جدا. وادي فرحة اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك والجماهير اللي موجوده، عدد كبير موجود في استاد اسكندريه. مايوكا طرف ناحيه الشمال، محمد ابراهيم ومعروف يوسف عايز يلعب الاوفرلاب هنا، لكن اتعملت وحشه قوي. بقى في مساحات في الفرقتين يقدر يستغلها اي فرقه لغايه دلوقتي. محمد مسعد عدى، ادي الكلام اللي لسه بقوله، واحد ضد واحد. مسعد هيعمل ايه؟ مسعد ممكن يسدد، تسديده لسه فيها خطوره. هدف، هدف تاني. لسه بتكلم وبقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، في مساحات كبيره موجوده جدا. محمد اشرف بيحرز هدف في الدقيقه 78. محمد اشرف البديل الثاني او البديل الاول لغايه دلوقتي للنادي المصري. محمد اشرف اللي نزل على حساب سعيد مراد، لكن من البدايه عملها كويس قوي محمد مسعد. وكانت تمريره من بدايتها لنادي الزمالك، كانت هجمه مرتده. محمد ابراهيم كان ممكن يلعب مع معروف يوسف، اتقطعت وصلت هنا واتضرب النادي الزمالك، واتضرب ناحيه الشمال اللي راح فيها معروف يوسف هو ومحمد ابراهيم، وبقى في مساحه استغلها هنا محمد مسعد، وتسديده قويه راحت لمسها الشناوي وراحت في العارضه وغيرت اتجاهها. واللي مكمل هنا المتابعه عملها كويس قوي محمد اشرف وحطها بدماغه. الهدف الثاني للنادي المصري. هنشوف احمد حسن مكي مره ثانيه في وسط الملعب. احمد توفيق، طارق حامد بيفتح الملعب ناحيه الشمال. محمد ابراهيم نزل في نص الملعب، السلم ناحيه الشمال لمعروف يوسف. معروف يلعبها لطارق حامد لمعروف يوسف، قرب معروف، حطها اماميه لمايوكا، ممكن يلعب العرضيه. مايوكا اتطرف ناحيه الشمال، سابها كده شويه، يرجع مره ثانيه لمحمد ابراهيم. محمد ابراهيم جوه ال 18 لمعروف. معروف فرصه خطيره، لسه مكي يا راجل مش ممكن، بس هدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل. باسم مرسي، باسم مرسي هدف التعادل في الدقيقه ايه؟ في الدقيقه 89. باسم مرسي بيرفع رصيده ل6 اهداف. باسم مرسي، وادي فرحه اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. هاني زاده والمستشار مرتضى منصور. اتعملت هنا تسديده ضعيفه جدا، لكن بتغير اتجاهها، مش ممكن، خدمته هنا وراحت لباسم مرسي. تسديده مكي جت في خط ظهر النادي المصري. اسامه العزب خبطت في رجله وغيرت اتجاهها وراحت لباسم مرسي. وادي هنا الهدف والاعاده وفرحه المستشار مرتضى منصور. وادي احمد جلال ابراهيم.